لو رحت اتكلمت مع اي حد في السوق اليومين اللي فاتوا دول هتلاقيه بيقول لك ده حركه البيع والشراء عندنا واقعه خالص. للاسف يا عزيزي الكلام ده صحيح، خاصه بعد ما طلع تقرير S&P جلوبال اللي بيقول ان مؤشر مدير المشتريات في مصر او البي ام اي نزل ووصل 48.8 بعد ما كان في يوليو 49.5. سامعك وانت بتسال ايه هو البي ام اي ده ومؤشر مدير المشتريات، فتعال اقول لك بسهوله كده ايه المؤشر ده وبيأثر في حياتك كل يوم ازاي. ده ترمومتر بنقيس بيه حركة البيع والشراء اللي بتتم في السوق والإنتاج، ولو أقل من 50 فأعرف إن السوق ده في حالة ركود اقتصادي. أما لو أعلى من 50 فمعنى كده إن السوق ابتدى يشتغل والاقتصاد ابتدى يحلو. عزيزي لو عاوز تعرف أكتر عن البي ام اي أو مدير المشتريات، فخليني أقول لك إن هنا المؤشر أو الترمومتر ده بيقيس حركة البيع والشراء عن طريق مشتريات الشركات أو الكوست اللي بتدفعه باختصار. بالبلدي لو محتاج النهارده انتج 100 علبه من دول، فمحتاج عشان انتجهم اشتري مواد خام على سبيل المثال ب 1000 دولار. عزيزي لما تلاقي الشركه دي بتشتري ب 700 دولار بس مواد خام، يبقى انتاجها ايه اللي بيحصل له؟ بيقل. مفيش شركه هتقلل انتاجها الا اذا كان الناحيه التانيه الطلب على المنتج ده اقل. ده يرجعنا لنفس الدايرة إن حركة البيع والشراء قلت والإنتاج في الشركات والمصانع قل بالتبعية. طيب ده هيأثر عليك أنت بإيه بقى، وإيه أهمية الموضوع ده في حياتك كمواطن مصري بسيط ماليك دعوة بي ام اي ولا ببتنجان؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان كل ما الانتاج يقل وحركه البيع والشراء تقل، كل ما فرص الشغل تقل، المرتبات تفضل ثابته، مفيش اي فرص استثماريه جديده تعرف تحط فيها فلوسك ولا فلوسك تزيد. اذا ده مؤشر مدير المشتريات او البي ام اي ده طلع حاجه مهمه قوي في حياتنا. طب ايه اللي مطلوب بقى نعمله عشان نخلص من المشكله اللي احنا فيها دي ونعلي مؤشر مدير المشتريات مرة تانية، خاصة إن إحنا كنا خلاص في يوليو 2025 49.5، قربنا نعدي ال 50، يعني كنا خلاص الدنيا هتحلو. رجعنا تاني في سبتمبر 2025 ننزل ل 48.8، الدنيا بتسوق. خليني اقول لك يا عزيزي ان الاقتصادي جيسون توفي، اسمه توفي، وده راجل محترم، مش التوفي اللي بيتاكل، شغال في مؤسسه اسمها ايكونومكس كابيتال، ودي مؤسسه اقتصاديه مستقله. قالت ان القطاع الخاص المصري مازال بيعاني من ارتفاع الفوائد ومن نقص العمله. 51 شهر يا عزيزي المؤشر بتاعنا تحت ال 50 وداخلين في حالة ركود بقالنا أكتر من 4 سنين، يا نقص عملة يا ارتفاع فوائد. الحمد لله العملة ابتدت تتوفر، لكن ما زالت معدلات الفايدة في مصر إلى الآن مرتفعة جدا. فخليني أقول لك باختصار يا عزيزي إن المؤشرات دي معناها إن الحكومة لازما ولابد الفترة الجاية تبدأ تخفض أكتر في الفوائد. الكلام ده لو ما حصلش قريب قوي فإحنا هنكمل في حالة الركود دي إلى ما لا نهاية. ودي كانت معلومة اقتصادية بسيطة كده، لو استفدت منها حاجة ما تنساش تعمل شير أو ريبوست للفيديو، واستناني الفيديو الجاي.